عايش معك وبدمر حياتك. تجاهل، إهمال، صمت بيأثر على نفسيتك، بيتعبك. أول ما تفكر تطلع من العلاقة تقرر تبتعد، بتلاقيه قلب فجأة وأصبح مبتسم جميل عطوف يهتم فيك، بيخليك تتراجع عن الرحيل، وفعلا بيخليك تشعر بالرضا، وبلحظة بيعيشك سعادة تتمناها طول عمرك. ولكن أيام أو أسابيع بيرجع لما كان عليه، منك قادر تبتعد عنه، مرتبط فيه. يمكن يربطكم أطفال، يربطكم أموال، عمل، ما قادر تخلص منه. أمامك حل واحد لحتى تعرف تعيش محافظ على صحتك النفسية والجسدية، وهي إنك تتجاهل أفعاله السيئة، تتجاهل تجاهله، وتكمل حياتك بعيد عن أي تأثير أو ضغط منه. ركز على نفسك، ركز على أولادك، على بيتك، على عملك. لا توقف على كل فعل وعلى كل كلمة منه، لا تفتح مجال للألم، لا تحاول تغيره. لو بده يتغير كان تغير.